السلام عليكم خواتاتي، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت لكم بطريقه ديال تحضير لي ماغنوم كيك اللي كنحتاجوهم في مناسبات ديال اعياد الميلاد للاطفال او البنات، وكذلك كنستعملوهم في المناسبه ديال الزياده ديال لي بيبي. فممكن اننا نديرهم في الغوز او الشوكولا او الابيض او الشيبي على حسب الطلبيه ديال الانسان اللي بغاهم، يعني واش عنده بنيته ولا وليد. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا كناخد طريف من الكيك اللي كنكونوا حنا مصايبين كيك يومي عادي، تيكون بنكهه ديال الفاني او نكهه الليمون، وكنزيدوا ليه كيف ما كتلاحظوا هنايا دوك لي بسكوي ديال لوتوس، هذاك اللي كتكون فيه النسمه ديال القهوه وديال القرفه. فالصراحه كتكون النسمه ديالو زويونه، وانا كتشوفوني كنستعملو بزاف حيتاش كيعجبني وكيعجب وليداتي. كتشوفوا نتوما الكميه اللي بغيتو، فانا هنا درت غير كميه قليله لانني بغيت منهم غير قطع قليله، ما بغيتش منهم شي حاجه كثيره. فخديت ربع طرف ديال الكيك، ضفت له تقريبا واحد القطع من لي بسكوي، وضفت له هذا الشوكولاته ديال الدهن ديال الاطفال. اي نوع شوكولاته كتستعملوها نتوما ديال الدهن، بلا ما نذكروا الماركات. فهنا كل واحد شوكولاته ديال الدهن اللي كيستعمل كتبقاو كتضيفوا شويه بشويه على هاد الطريقه هذه. نتوما كتجمعوا بايديكم، ضروري ما تجمعوا بايديكم البنات. علاش؟ هنا كتشوفوا يعني هذاك العجين ديالكم كيفاش ولا، خاصو يكون العجين رطب، يعني تقدروا انكم تشكلوه بايديكم وما كيتفرتتش. هنا غادي نوريكم الطريقه كيفاش ولا. هنا لاحظتوا معايا بان كتشوفوا العجينه ارتبت، مازال غنزيد لها شويه وغادي نبقى كنحرك فيها هكا بايديا حتى كتزيد تجمع مزيان. هما بصراحه كيجيو حلوين ولكن زويونين صراحه، راه فيهم فوائد، يعني ماشي ما فيهم شي حاجه اللي تتكون زعما غير صحيه وشنو. الشوكولاته مزيانه، الكيك تا هو زويون، كلشي عمل ديال الدار كيكون كتكونوا الكيك مصايبينو نتوما. وهذاك القطع ديال لي بسكوي كتجيو عاطين واحد القرمشه. كما لاحظتوا انني انا القطع ديال البسكوي ما طحنتهمش، حاولت انني نفرتتهم غير بالايادي ديالي باش يبقاو ملي كتعضوا داك الكيك ما يجيكمش رطب بزاف، كتلقاو فيه واحد القرمشه، وديك القرمشه كتكون ديال البسكوي اللي كنكونوا فرتتناه غير بايدينا، او كتبقاو تضربوا عليه غير بشي كاس هكا حتى كتفرتوه. هنا كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نوضع انا الكيك وسط من هذا القالب هذا. كاين البنات اللي تيديروا طبقه ديال الكيك ويخشيو العود عاد باش يديروا الطبقه الثانيه من الكيك الفوقاني وكيجي العود الوسط. بالنسبه لي انا كندير هذه الطريقه هذه، تنعمر القالب مزيان بالكيك، ومن بعد عاد باش كنخشي دوك العويدات من داك الثقب اللي عندنا مخصص ليهم. فهانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه مزيان. كما كتلاحظوا معايا بان الاغلبيه تيكون عندهم شوكولاته الدهن في المنزل. الكيك راه حنا ديما تنصايبوه، يعني اي بقايا ديال الكيك عندكم. بالنسبه لي انا صايبت كيكه خاصه وخديت منها طريف وكلينا اللي كلينا، واللي بقى درت به هاد لي ماغنوم كيف ما كتلاحظوا. فصافي غادي نحاول انني نشكلهم بالايادي ديالي مزيان على هاد الطريقه هادي، وتتبركوا عليها مزيان باش كتاخذ هذيك لا فورم ديال القالب، باش نتوما ملي كتحيدوهم من القالب ما تلقاوش بان عوجين من التحت ولا هكا. صافي هنا غادي ناخذ هاد العويدات اللي خاصين وتنحاول انني ندخلهم في الوسط، كندخلهم وانا تنبرك بايدي من الفوق. وبنفس الطريقه غادي ندخل العويدات كاملين كيف ما كتلاحظوا. كونوا اكيدين ان النكهه ديالهم كتجي خطيره، كتجي زويونه بزاف. لان الشكلاط الغبراء اللي كنديروه في الحليب للوليدات تيكون بنين، زيدوا عليه الشكلاط ديال الدهن حتى هو تيكون بنين. والكيك الا كنا مديرينه بنكهه الفاني او بنكهه الليمون حتى هو تيعطي واحد النسمه زويونه، وكتجي المذاق ديالهم هائل ورائع. فصافي غادي نكمل بنفس الطريقه حتى نكملهم كاملين. الحاجه اللي غادي نبغي نقول لكم هو اننا غندخلوهم المجمد حتى كيجمدوا مزيان وكيشبروا في راسهم، باش ملي كنجيو نزولوهم ما كيتهرسوش لينا وما تيحشموناش. هنا من بعد ما جبنا من المجمد حيدتهم انا من القالب، فخديت شويه ديال الشوكولاط الابيض ذوبته على هذه الطريقه هذه. بالنسبه لي انا الشوكولاط البنات كندوبو غير في الميكروندا، في لا ميكروند كندير لا ميكروند كناخذها، كندير داك القياس ديال النجمه اللي كتحيد الثلج، وكنخلي داك الشوكولاط كيذوب على خاطرو.
هذا بالنسبه للشوكولاته البيضاء. كيف ما قلت لكم البنات ما ديروش بلاصه السخونيه باش ما كيخسرش لكم الشكلاط، كديروا غير بلاصه ديك البلاصه اللي كتحيد الثلج. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه مع الشوكولاته السوداء حتى هي غندوبوها بنفس الطريقه كما قلت لكم في الميكروند. صافي وغادي نصايبهم كاملين على هذه الطريقه هذه، كنغطسهم مزيان في الشكلاط. من بعد غادي ندوزو لعمليه التزيين. كناخذ شكلاط ابيض كندوبو كنديرو في واحد الساشي او في شي حاجه اللي كدوز لكم شكلاط رقيق. كنحاول انني ندوز واحد الخطوط ومباشره كنزينهم بالعقيق او بحبيب، هذا حبوب ديال السكر الملونه. فمباشره فاش كندير دوك الخطوط كنضيف هذوك الحبيبات باش كيلصقوا لينا فوق من هذوك الخطوط اللي درنا البيضين. غادي نستمر بنفس الطريقه على هكا. فدوك الخطوط البيضين هما اللي كيشدوا لينا داك السكر، لان ديجا هذاك الماغنوم ديالنا راه نشف ديجا. بنفس الطريقه غادي ندير الشكلاط الكحل حتى هو كندير به خطيطات، وكندير حبيبات الشوكولاته السوداء على هذه الطريقه هذه. فطريقه سهله البنات وبسيطه وما كياخذوش منكم وقت كبير. من بعد تنحاولوا اننا تنقادوا لهم الجوانب ديالهم، تنحيدوا لهم دوك الجوانب اللي تتبقى بواسطه السكين، وكنسوسوهم شويه الا كان باقي شي شويه ديال الشكلاط من الفوق او حبيبات السكر لاصقين. صافي وكيعطيونا واحد التشكيل اللي زويون. هانتوما تشوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو وتيكونوا عمليين. ممكن انكم تصايبوهم بوحديتكم في البيوت ديالكم، ممكن انكم تستعملوهم هكا حتى الا بغيتو تبيعوهم طلبيات الاعياد الميلاد. فهذا هو الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. هنا اللي كيجيو بالشوكولاته السوداء كنحاول انني نحيد لهم داك الجوانب ودوك الزوائد ديال الشوكولاط كيف ما كتشوفوا بواسطه السكين. كنحاول انني كنظفهم بحال ما هكا فكيجيو زويونين. ممكن انكم كما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي بغيو يبداو يبيعوا فيهم هكا، راه كتجي الطريقه ديالهم سهله وممكن انكم تستافدوا منهم. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عنا بلي جيم ديالكم، باللايكات ديالكم، التعاليق ديالكم كيهمونا. كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله الى وصفه قادمه. غادي نخليكم مع الصور باش تشوفوا الشكل النهائي وكيفاش كيجيو كذلك في الطويبله ديال عيد الميلاد. ملي كيتحطوا كيجي المنظر ديالهم زويون.